ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه مهرجان القاهره الدولي للنجوم، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بطل حقيقي، بطل مصر، وهو جاي النهارده يتكرم من المهرجان. اسمه احمد طارق. طبعا احمد ده مشهور وغني عن التعريف. اهلا وسهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك. احمد ده يا جماعه انا يعني كرم اكتر من مره من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط. صح كده؟ ايوه صح. ايه تاني يا احمد تحب تقوله النهارده؟ يعني سمعتوا عن المهرجان النهارده ولفت انتباهك النهارده؟ بصراحه سمعت عن المهرجان برضو، التنظيم اولا، فقرات النظام برضو في فقرات الحفل يعني حضرتك. الفقرات جميله عجبتك يعني؟ طبعا. والتنظيم الحفل جامد طبعا. انت عرفت النهارده كان في نجوم النهارده، كوكبه من النجوم حاضرين النهارده؟ كانوا حاضرين، انا كنت عارف قبل ما اجي يعني على الحفل. عندك المعلومه دي؟ ايوه طبعا. انت لذيذ يا احمد، وكلنا بنحبك وبنحييك. الله يخليك. والف الف مبروك على التكريم الجميل دوت العظيم. اهو انا يعني التكريم اهو يا جماعه، تكريم اهو، عشان بس هو يعني مش عارف يعني انا بعرضه قدام الساده المشاهدين اهو. والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك. وعقبال كل مره. تحب توجه كلمه شكر النهارده لمين النهارده مثلا من تنظيم المهرجان؟ اوجه الشكر رئيس المهرجان. اوجه دكتور احمد، استاذ اسامه، الاستاذ اسامه بقى، واوجه الشكر بقى رئيس المهرجان برضو اللي نبى دعوتي. دكتور اسامه البدري والدكتوره رشا شوقي. ايوه الدكتور رشا شوقي. واستاذ احمد افندي. الاستاذ احمد افندي يعني صعب اشكرهم جدا يعني، اللي هم بصراحه يعني نبوا لي يعني ادوا لي الدعوه، وانا قدمت يعني بحضور المهرجان يعني وتم تكريمي. انت ناجح دايما، متفوق دايما، انا وبتمنى لك طبعا ما شاء الله عليك، الله مش عايزين نحسدك. لا بتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح النجاح، وان شاء الله نشوفك نعمل معاك لقاء تاني ان شاء الله. شكرا لك يا احمد. شكرا لحضرتك. شكرا.